تحياتي يا جماعة الخير. الفيديو تبع اليوم او الاوتوميشن تبع اليوم الحلو فيها انه عملية لأي شخص عم يحضر الفيديو. يعني مرات ممكن اعمل فيديو بيكون بيناسب الناس اللي بتشتغل بس انت تلميذ ما يهمك، ممكن العكس صحيح يكون بيناسب تلاميذ بس انت بتشتغل ما يهمك. اما فكرة الاوتوميشن اليوم حلاوتها اولا انه بتستفاد منها ان كان عمرك 10 سنين او اذا كان عمرك 80 سنة. ثانيا بتفهمك يعني شو الاوتوميشن. يعني عادة بعد في ناس لهلا ما عم تفهم كتير اللي هن المبتدئين او اللي بعد ما كتير بلشوا بهذا المجال. بعد فكرة الاوتوميشن ما بتفهم انه شو يعني اوتوميشن، شو بيصير. فمفروض من وراء هذا الفيديو كمان تعرف انت شو فكرة الاوتوميشن وليه نحن بنعمل اوتوميشن لتساعدنا. وثالثا ما حيكون في AI ايجنت بهذا الفيديو. AI ايجنت هو عادة نحن بنستخدمه لنربط له large language model مثل تشات جي بي تي، كلود وغيره اللي هو يفكر عنا. بهاي الحالة نحن اولا ما بنضطر نكبر الاوتوميشن لانه حيقدر هو نوعا ما يلخص لنا شغل الاوتوميشن، انه ما نضطر نحط كتير نودز لانه هو حيعرف يفكر بدل ما نحن نفكر. ولكن مرات الاي اي ايجنت خاصه للي ببلش جديد عم بيروح عنك فكره انت تفهم كيف كل نود بتشتغل. نود هي القطعه اللي بالورك فلو، كيف كل وحده بتشتغل وليه بنحطها بعد هيدي القطعه وليه بنحطها قبل هاي القطعه. لانه تقريبا خلص انت كل شيء بصير عندك مشاكل عم تعتمد على الاي اي ايجنت نوعا ما. فبهذا الاوتوميشن ما حيكون في اي اي ايجنت، فانت حرفيا لما تكفيه للاخر وتفهم من الاول للاخر نحن شو عملنا، رح انت يعني تفهم فكره الاوتوميشن. ساعتها بس انت بدك تستخدم اي اي ايجنت نوعا ما حتكون انت صار عندك الفكره اللي نحن اللي نحن بحاجتها لما نعمل اوتوميشن. كتير كترت حكي ولكن كان مهم اشرح لكم هاي النقط. خلينا ننقل الشاشه على السكرين اللي عندي لنبلش الشغل. بدايه كل شيء حكون عم بحكيه هلا وكل شيء حكون عم اعمل له كوبي بيست حكون موجود بالسكول كوميونتي. عندي الرابط بالدسكربشن تحت. مثلا هلا عملت وحده اسمها بومودورو، هون بتجوا بتعملوا كوبي بيست اذا انتم حابين تمشوا معي بالستبس وحده ورا وحده. وطبعا بالاخر حيكون هلا بس خلص الاوتوميشن حكون حطيت التمبليت اللي حابب هو دغري يستخدمها بلا ما حتى يركبها وحده بوحده. بس نحن كل شيء حنكون عم نعمل له كوبي بيست هلا من السكول كوميونتي. الرابط بالدسكربشن. طبعا السكول كوميونتي للي ما بيعرف هي مش بس عباره عن كلاس روم فيها فيديوهات مثل ما شايفين وفيها صفوف وبكل صف نشرح عن توبكس معينه وبيكون ابديتد يوم بعد يوم، الا انه كمان الكوميونتي فيلد مطرح ما الناس بتفوت بتطرح اسئلتها وبتاخذ الاجوبه، وكيف الكوميونتي ممبرز عم بيتصرفوا بيتشاركوا افكارهم مع بعض. شغله كتير حلوه. فاذا انتم حابين تهتموا اكثر بهذا المجال ومش يكون بس هوايه شاركوا بالكوميونتي وناطركم هونيك. بداية قبل ما بلش شغل خليني اخدكم على جوجل لفرجيكم شو هو المشروع اللي حنكون عم نشتغل عليه اليوم. هو اسمه بومودورو. بومودورو هو تكنيك يستخدم ليكون انت عندك ديب وورك، انت تعرف تشتغل على الشغله وتركز فيها لاكثر مده ممكنه بلا ما انت دماغك يتعب. فهذا التكنيك بتقلك بتشتغل لمدة 25 دقيقة متواصلة، بعدها بتعمل رياحة 5 دقايق، تعملها هيدي 4 سايكلز على 4 جولات. ترجع إذا حابب تكفي يعني يا بتخلص شغل خلص، أو إذا أنت حابب تكفي لازم تاخد بريك يعني لمدة 15 أو 30 دقيقة أو أكتر. المهم إن تكون أكتر من بس 5 دقايق يعني. وفيك ترجع تبلش جولاتك من أول وجديد، ولكن لازم يكون 25 5 25 5 يعني 25 شغل 5 راحة. بالراحة بتعمل اللي بدك إياه. تمام. فنحن هاي الصورة اللي شايفينها هون هي الاوتوميشن اللي بدنا نعملها. فخلونا بداية نجي على البومودورو. انا هلا عملت created new workflow سميتها بومودورو N8N وهون حنبلش. فنحن نقدر نعمل هذا التطبيق. اللي بدنا نعمله اول شيء انه حنوصله مع تيليجرام. تيليجرام هو اللي نحن حنبعث له مسج نقول له بدي بلش. كيف بده يعرف نحن حنبلش؟ حنبعث رسالة لتيليجرام. فاول خطوه بنعملها ونصيحه روحوا اعملوا لكم كوبايه قهوه لانه قلت لكم هذا الفيديو حيساعدكم تفهموا فكره الاوتوميشن. يعني انا حكون كتير عم بشرح اشياء ممكن انتم تعد من عادي لكم اذا عندكم خبره، وممكن تعد كتير مفيده او حتى صعبه اذا انتم صفر بالمجال. فلهيك كوبايه القهوه حتفيدكم على كل الاحوال. هنعمل اد فيرست ستيب اللي هي التريجر وهنقول تيليجرام. بس نكتب تيليجرام مثل ما شايفين التليجرام حيكون مقسم لاثنين هو وغيره. او التريجر اللي هو عاده دايما يستخدم ببدايه الورك فلو لانه هو اللي بيحفز الورك فلو انه تبلش. يعني شو اللي حيخلي الاوتوميشن يشتغل؟ هو لما يصير شيء معين. هذا الشيء المعين شو هو؟ لما نحن على رساله توصلنا على تليجرام يعني اون مسج
بدنا نخلي بدنا نخلي الاوتوميشن تبلش. نحن حنبعت الرساله نقول له انه بدنا نبلش، هيك حيعرف انه يبلش لنا الشغل. طبعا تليجرام ما حعيد كل فيديو كيف تعملوها، مثل ما قلت لكم بتروحوا على الكلاس روم setting up any credentials وبتلاقوها تليجرام. اوكي هي دغري اول وحده هون، تمام. هي وغيرها هلا بخلال الفيديو كل شيء بدكم تلاقوه، مثلا حتى جوجل درايف او شيء بتلاقوه بالكوميونتي. فاذا لنرجع لهون، اول شيء خلونا نعمل تيست ونفتح تليجرام. خليني اجي على اللي انا عملت لها كونكت، كنت عم جرب. خلينا نعمل لهم ديليت، هذه بالتجارب اللي قبل ما اعمل الفيديو. وهلا بدنا نقول مثلا هلو. هاي فكرة الهلو بس لشوف اذا حيوصل الكونكشن ولا لا. مثل ما شايفين علامة الصح، واذا بكبس مرتين على التليجرام تريجر حيكون التكست اللي كتبته تحت مكتوب هلو، يعني اشتغل. فهلا بنيجي للبارت 2. خلونا نفكر. نحن اول شيء وصلت الرسالة، شو اول شيء بدنا نعمله؟ بدنا نحط if statement. الاف ستيتمنت اول شيء خليني اكتبها لتشوفوها بعينكم، اللي هي الاف. هي عبارة عن حرفيا بالانجليزي if يعني اذا. فاذا صار شيء معين بنروح بمسار، واذا ما صار هذا الشيء المعين بنروح بمسار اخر. هذه حرفيا فكرتها. فنحن شو هي المسارات اللي بدنا نحكي عنها؟ مثل ما قلنا نحن ما حنحط AI agent، يعني نحن ما حيكون الاوتوميشن عنده عقل يفكر فيه، عنده اوامر بيتبعها، عقل ما عنده. لهيك ما فيني اجي اقول له انا مثلا بالشات، ما فيني اجي اقول له هلو عم فكر بلش درس شو رايك، ما حيفهم علي، حيقول لي شو عم تحكي، ما حيقول لي هيك اصلا، ما حيفهم يعني. فلو انه حاطين ل AI agent كان فهم علي انه من الجمله انه لازم بلش الاوتوميشن. بس غير هيك هلا بلا AI agent. ولهيك قلت لكم الحلوه هالموضوع، لانه حتتعلموا وتتبعوا الاوامر، ما في عنده عقل. فنحن بدنا نحط اوامر معينه تنكتب حرفيا مثل ما هي. فهلا بتعرفوا انتم عاده لما تحطوا علامه السلاش اللي انتم مثل ما شايفيني كاتبها فوق، السلاش هو الخط اللي هيك، هيدي معناتها كوماند، انت عم تعطي امر شيء معين وبتحط الكوماند اللي بدك تعطيه بعدها. فانا هلا حاعطيه تو كوماندز، حيكون او بدي اعمل سلاش ستارت معناتها انه بلش لي الاوتوميشن، او بدي اعمل سلاش ستوب معناتها بفتره من الفترات خلال الاوتوميشن حدا قال لي لازم روح بدي الغي الاوتوميشن، تمام. لانه حنكون واصلين نحن كمان على جوجل شيتس، يعني نحن بدنا نعمل ستوب كرمال بعدين لما نجي نحن اخر الاسبوع نشوف كيف كان البرودكتيفيتي تاعولنا او الانتاجيه اللي قلنا، يبين معنا نحن قديش اشتغلنا وين وقفنا وين ما وقفنا. فلما نفوت المواضيع ببعض، اتفقنا انه اول شغله بدنا نشوفها اذا التكست اللي انبعت عملت له دراج من ميلة اليسار لفوق، اذا هو مش equal to، اذا هو starts with السلاش. كل شيء ما بيبلش بسلاش ما بدنا اياه. فاذا واذا ما في داعي نحط السبب الثاني، لانه خلص يعني اذا مش هيك كل شيء ثاني معناته يروح بالمسار الثاني. فهلا اول خلينا نعمل تيست ستيب. مثل ما حتشوفوا حيروح مش على الترو، حيروح على الفولس، لانه احنا بعتنا هلو ما كانت مع سلاش. فاذا هياها يعني هو بحالتنا نحن حيكفي بالمسار اللي تحت. بتعرفوا شو، خلينا نعمل المسار اللي تحت، مع انه انا بالسكول كوميونتي اذا بنجي على السيتنج اب ستيبس باي ستيب انا حطيتها تحت اخر شيء، بس خلينا نعملها من الاول مش غلط. اذا حطينا او لا بالاحرى خلينا هي اول شيء حطيتها مزبوط. اذا حطينا اي شيء غير السلاش ستارت في شيء اسمه انستراكشنز مسج، انه انا بدي ساعده قل له شو الغلط اللي عمله كيف يصلح. فبنعمل كوبي لهيدي الجمله. اذا بعمل هون بكتب تليجرام بدي ابعت له مسج قل له انه انت عملت غلط، ما كان لازم تكتب لي هلو، كان لازم تكتب يا هيك يا هيك. شو بدي اكتب له؟ بروح على send a text message، وبالchat ID بجيبها من ميلة اليسار. الchat ID هي ليعرف على اي بوت يبعت على تليجرام. بتروحوا على تليجرام تريجر، بتروحوا على chat، بتحري دغري تحت في ID بتعملوا له دراج على الchat ID. وهلا حرفيا في تكست معين بدنا نكتبه، ما حنكون عم نعمل دراج مثل قبل مثل ما قلت لكم، لانه ما في شيء حنكون عم ناخده من الاي اي ايجنت. حناخد شيء حرفي فيكست منه اكسبريشن حيكون. فحنعمل بيست للي كتبناه. خلينا نكبس على هاي الكبسه لنكبرها ونظبط شكلها. حنقول له اوبس that's not a valid command، يعني اوبس اللي كتبته غلط. here's what you can do. هيك شو فيك تعمل؟ فيك او تعمل سلاش ستارت لتبلش البومودورو سيشن، او تعمل سلاش ستوب لتوقف البومودورو سيشن باي لحظه من اللحظات. هدول الشغلتين الوحيدين اللي انت فيك تحكيهم معي على البوت. هيك عم بيقول له now let's get some deep work done
وخلصت. فهلا اذا بنعمل تيست ستيب حتشوفوا انه مفروض يكون وصلني مسج عم بيقول اللي انا قلتها، ولكن شغله ما حلوه انه بالاخر قال this message was sent automatically with N8N. نحن ما بدنا هذا الشيء يبين. فبنجي على الورك فلو، بس بنزيد تحت add field وبنختار اول وحده اللي هي append N8N attribution. بس تختاروها بترجعوا بتعملوا لها turn off. هلا اذا بنعمل تيست تاني حيكون وصل المسج تاني بس بلا السنت اوتوماتيكلي. فاول ما صار احنا بدنا اياه مشي حاله، اي شيء غير بالسلاش ما راح يوصلنا. فاذا لنروح هلا على المسار الثاني. المسار الثاني هو خلينا نعمل سيف، نلغي اول تيست ونعمل تيست ثاني ونبعت مثلا لان سمعنا منه فيني يا اكتبها يا اكبس هون. اوكي مثلا بكبس على هاي، حرفيا هو حيبعتها سلاش ستارت. فهلا اذا بعمل تيست حيمشي سلاش ستارت، حيمشي. هالمرة عرف انه هي ترو لانه بلشت بالسلاش، راح على المسار اللي فوق. المسار اللي فوق شو بدنا نعمل فيه؟ اول شيء بالمسار اللي فوق هلا بدنا نعمل شغله تانية، حللوا معي. هلا عرفنا انه بلش بسلاش، بس نحن ما عرفنا هل هي بلشت بسلاش ستارت ولا بسلاش ستوب، صح؟ فهلا هو الاوتوميشن ما عرف بده يبلش الاوتوميشن ولا بده يوقفها. بهاي الحاله بدنا نحط اف تانية مثل اللي حطيناها قبل. هون بدنا نعمل هالشغله هالمره حتكون اذا equal to مش اذا starts with. بدنا نشوفها كلها اذا مطابقه للفاليو تبع السلاش ستارت. فبنجي على التكست اللي انبعت اللي هو فينا نجيبه من تحت او من فوق. خلينا نجيبه من التليجرام تريجر حيلا. بنشوفه اذا هو equal to slash start فحنعمل تيست. حيكون equal طبعا لان احنا كتبنا slash start، حيروح بالمسار اللي فوق اللي هو المسار اللي حيخلينا نبلش الاوتوميشن. لنبلشها. فاذا حنوصل لهون اول شغله بدنا نعملها اذا بنيجي على السكول كوميونتي بتشوفوا انه احنا شو بدنا نعمل ستارت سايكل نوتيفيكيشن. يعني احنا لما يكبت لما يلاقي انه هي سلاش ستارت بدنا نرد له بمسج حنقول له انه انت بلش البومودورو سيشن تبعولك، ركز على درسك. فاذا حيكون تليجرام، حنروح على send a message send a text message كمان على نفس الاكونت. الاي دي مثل ما اتفقنا نفسه. بنروح على التليجرام تريجر على الشات بناخذ الاي دي بنحطه هون، ومثل ما اتفقنا حيكون التكست كمان فيكست. فيكم تعملوا له كوبي من هون، نعمل له كوبي ونعمل له بيست هون. عم نقول له time to focus عندك 25 دقيقة of deep work starts now. فحنعمل تيست كمان المفروض يوصلنا. وصلنا كالعادة. خلينا نظبطها لهاي append save test. وصلتنا مثل ما نحن بدنا. بس هلا شو الخطوة اللي حتجي بعدها؟ منطقيا نعمل 25 minute تايمر كرمال يعرف هو امتى يبعث له المسج الثاني اللي حيقول له فيها خلص ال 25 دقيقة درس بلش راحة. فهنعمل نكبس على البلس ونكتب wait. هون كتير سهلة. بنختار الويت يونت تكون minutes والويت اماونت 25 دقيقة. فانتوا طبعا اذا حابين شيء غير 25 دقيقة حابين انتوا تقرروا اي رقم انتوا الحرين طبعا. هنعمل هلا ما في داعي نعمل تيست لانه اذا عملنا تيست حيبلش شغل. نحن ما بدنا يبلش. فخلينا نوقفها. خلينا نرجع نشغلها قصدي نعمل له مش هيك. خلاص ويت نعملها minutes 25 دقيقة. معلش خليها هون اوكي. فهلا خلصوا ال 25 دقيقة بس نعمل التيست. فشو بدنا نعمل؟ نبعث له مسج كمان مثل اوبن سكول هي شورت بريك نوتيفيكيشن. خلينا اول شيء نغير لهم الاسماء كرمال نعرف كل وحده شو عم تعمل. فهيدي هي عباره عن شورت ستارت سايكل نوتيفيكيشن اللي عملناها اول شيء تبع الانستراكشنز. كمان خلينا نغير لها اسمها من هون. نعمل لها كوبي نيجي على التليجرام اللي تحت بنسميه instructions message. تليجرام تريجر اتركوها او فينا نسميها مثلا خلوها تليجرام تريجر واضحه. الاف مزبوطه. الويت خلينا نحط هون كمان 25 minutes wait. هلا بنجي لهون بدنا نبعث له تليجرام مسج نقول له فيها انه خلصوا ال 25 دقيقة صح؟ فحنجي على تليجرام نختار send a text message كمان. مش مضطرين ننطر تخلص هاي فخلينا نوقفها حاليا. نعمل تيست. لما يعطيكم
بمطرح احمر عندكم حلين، يا تعملوا له ديليت وهو الشيء مش مضطرين تعملوه، او مطرح الاحمر تكتبوا شو ما كان مثل ما اي شيء على الكيبورد وبتعملوا تيست. بيشتغل التيست. فهو هلا عم بيسمع، خلينا نقول مثلا سلاش ستارت، وصلت قال لي تايم تو فوكس بهذا الوقت، وصل لهون. انا ليش بدي اياه يوصل لهون؟ بس كرمال كالعاده مثل ما عودتكم قبل بنمحي التخبيص اللي كتبناه وبنجيب التشات اي دي المضبوط. التشات اي دي المضبوط هو تحت تشات اي دي، والتكست قلنا شو حيكون بنمحيه وبنيجي على التكست المضبوط من هون اللي هو هيدا اللي هو work session complete take a short break. تمام. بالتليجرام بنسميها 5 minutes break short، او خلص break ما نحن عارفين انه short. لا هيدي نحن بالتليجرام، لا بالتليجرام بنسميها short break notification. هلا بال 5 minutes timer بنسميها 5 minutes break. فنحن هون بنكبس بلس، حننطر 5 دقايق فبنعمل wait، حيكون minutes 5 دقايق ثابت مزبوطة. تمام هيك. فانتوا هلا فاهمين الموضوع صح؟ هلا خلينا هاي بس نعمل لها turn off كرمال ما ننطرن، نحن عم نشتغل بالتست ونكفي شغلنا طبيعي. هلا شو حيصير بس يخلص ال 5 minutes؟ حيوصلنا حنرجع نبعت مسج تانية. حنرجع نعمل قبل ما نبعت المسج تاني حنعمل شيء اسمه increment count. ليه؟ اذا بنيجي على الصورة لهون مثل ما شفتوا نحن عم نعد 4 سايكلز قبل ما نقول له انت خلصت شغلك لليوم، فيك يا تاخد راحة طويلة وبعدين ترجع تجي، او فيك معش تجي حسب انت شو قرارك بالشغل. فنحن كيف بدنا نعرف انه صار مرق 4؟ بدنا نعمل شيء اسمه increment count. increment count يعني تزيد العدد. فنحن حنبلش بالواحد، حصير 2 3 4. بمطرح من المطارح بالاوتوميشن هلا حتشوفوا حنحط سؤال، نحن صارت 4 ولا بعد؟ لانه بس تصير اكثر من 4 حنوقف اللوب ونخليه يرجع يكفي شغل طبيعي. حتشوفوها بعينكم هلا، بس عم اشرح لكم شو هي الانكريمنت كاونت، وحتى ما في داعي تفهموا الكود اللي موجود او الكتابه صراحه هو من شات جي بي تي، يعني فيك تجيبهم، فحتى ما في داعي تفهم كيف تعملهم. بنعمل لها كوبي، نجي على الخطوه اللي ورا الويت، بنكتب كود، وبالكود بنمحي اللي مكتوب اللي هو الديفولت وبنعمل بيست هون. مش ما قلنا نغير اللي مكتوب هون ل increment count، او فيكم تعملوا له كوبي يعني. وهلا هلا بس عملنا العد بدنا نرجع شو نقول له يعمل back to work notification. خلصت ال5 دقائق شغل كفي دار، خلصت ال5 دقائق work break كفي شغل. فبنعمل كوبي، نجي لهون نعمل تليجرام. صرنا تقريبا اكتر من النص بكتير يعني، بعرف صرت حاكيني كتير بس تحكالوش هم. نعمل تليجرام وبنكتب كمان send a text message. ما تحكي له هم الايرور هون، ما في ايرور. send خلينا نعملها save. نعمل هون send a text message، وبالsend a text message اوكي خلينا نعمل لكان تست بعد مرة كمان. هون نكتب شو مكان تست، حنرجع نعمل start، حيجي لأنه احنا موقفين التايمر 100%. وصلنا لهون كالعادة بنمحي التشات اللي كتبناه، نرجع بنجي على التليجرام تريجر. فيكم طبعا بلا ما تفتشوا بتسكروا بهدول لتوصلوا لكبسة التليجرام تريجر، بتروحوا على التشات بتاخدوا الاي دي بتطلعوها، وبالتكست بتجوا على السكول بتعملوا كوبي للتكست وبتعملوا بيست. مثل ما شايفين هالمرة اكسبريشن حطوها لانه في الجيسون دوت كاونت. الجيسون دوت كاونت هي اللي حتاخدنا على الستيب اللي عملناها قبل لنشوف الرقم قد ايه. يعني هاي حرفيا باخرها حتعطيك رقم، يعني الجواب تبع هيدا حيكون 1، بعدين حيصير 2، حيصير 3، وهون حيعطيك المسج يقول لك بريك اوفر باك تو ورك فور ذا سايكل هلا نمبر 2 لانه انت بلشت خلصت اول جوله. ف هلا حنعمل تيست بعد شوي تفهم شو قصدنا. هلا ما بدنا ننسى طبعا انه نغير الاسم كالعاده. شو مسمينا نحن هون؟ الباك تو ورك نوتيفيكيشن. اذا بنجي لهون وبنعمل رينيم رح يتغير الاسم.
تمام. هلا فكروا معي شو اللي بدنا نعمله. في عنا نحن طريقه ناخذ من نود وحده لكذا نود، ما في مشكله. فنحن خلينا نعمل غير انه بدنا نعمل هلا اللوب، انه خلصنا اول سايكل نبلش بالسايكل الثانيه. خلونا كمان نروح نحط الانفورميشن بجوجل شيتس مثل ما اتفقنا ليضل كل الريزلتس اللي عملنا موجودين، بس بدنا نرجع نشوف نحن نهار التنين كم سايكل عملنا، اي ساعات بلشنا، اي ساعه وقفنا، وهالتفاصيل كلها. هدول وين فينا نعملهم؟ مثل ما قلنا بجوجل شيتس. بس بتروحوا بتعملوا ساين ان بالاكونت اللي لكم، وبتعملوا بتعملوا يعني وحده بسموها بومودورو، وبتحطوا هول 4-5 خانات او بالاحرى 6 خانات. الديت باي يوم بلشنا، باي ساعه. البلوك تايب دائما حتكون ديب ورك، بس حلو يبين يعني مكتوبه. البومودورو كاونت يعني نشوف باي سايكل صرنا، واذا احنا عم نعمل 25 دقيقه 5 انتم بتنقوا كيف عم تعملوا التفاصيل. مثل ما قلت لكم في حدا ممكن يقرر يعملها 30-5، ما بقى يعني اذا حدا حابب يقرر من راسه شو بده يشتغل قادر. بس نحن بهالاكزامبل حيكون 25-5، فكمان حيكون محطوط هون. فاذا كيف فينا نوصلها؟ كالعاده اذا بترجعوا على الكلاس روم، بتروحوا على setting up N8N credentials، بتلاقوا هون مثلا بجوجل درايف كيف تعملوا كونكت وكل الستبس. اما بهي الحاله نحن حاليا رح نعتبر ان انتم بتعرفوا، او اذا بتروحوا على يوتيوب فيديوز قدام كمان انا شارح فيهم كيف اعمل كونكت. فاول شغله بدنا نعملها مثل ما قلنا بنكتب شيتس، جوجل شيتس، وحنعمل append row يعني انت تزيد رو من الروز تبع يعني حتزيد رقم 2 تعبيها 3 4. الابند رو هي انك انت تخلص رو وتبلش باللي بعدها يعني. فبهاي الحاله نحن حنروح على الابند رو ان شيت، حنقول له اي من اي دوكيمنت، الدوكيمنت حيكون اسمها بومودورو سميناها، من اي شيت حيكون شيت 1 ما عملنا غيرها. وهلا طلعوا لنا الشيتس الموجودين، بدنا نعمل لهم دراج من الانبوت اللي قبل، او في اشياء انا محضرها بنعمل لها بيست. على سبيل المثال وحده من الاشياء اللي محضرها هي خليني ارجع على هيدا اللي هون، وبنزل نزول على الديت. الديت كمان هو عباره عن اكسبريشن جيسون، مثل ما شايفين التعريف تاعوله بيحط لك التاريخ تبع اليوم اللي هو 25/3/2025. تمام. هلا التايم كمان انا محضر له شيء، انتم بس تعملوا له كوبي بيست، ما في داعي تفهموا شو هي. فالتايم مثل ما شايفين اذا بحط اكسبريشن هو الوقت تبع اليوم الساعه 8:02. البلوك تايب مثل ما قلنا حيكون دائما ديب، بالاكزامبل اللي قلنا حيكون دائما ديب ورك، انتم شو بتحبوا تسموها كمان حرين. البومودورو كاونت خلونا نعمل سيف، نرجع نعيد التست. خلينا نعمل هون ستارت. هدول كلهم نسينا نعملهم، خلينا نحلي صارت. اذا برجع بيجي لهون، هون نسينا نزيد الات فيلد ونطفي الابند N8N، وكمان هون نسينا نزيد الات فيلد ونطفي الابند N8N. بس هلا اذا بنيجي على جوجل شيتس صار عندنا انفورميشن نعمل لها دراج. وحده من الاشياء اللي بدنا نعمل لها دراج مثل ما قلنا هي البومودورو كاونت. البومودورو كاونت من وين بتطلع؟ من الانكريمنت كاونت، تحتها في كاونت. هلا نحن صرنا بالكاونت نمبر 1 بالاكزامبل اللي نحن فيه. نعمل دراج وطبعا بنحط اكسبريشن. الفوكس ديوريشن فيكم تكتبوها انتو فيكست، او بالحاله تاعتنا فينا نروح على الويت. فينا نروح على الويت صح؟ ولا بنحطها خلاص 25 minutes. خلونا نحطها دغري 25 minutes لانه فيكست. انتو فيكم تغيروها طبعا بس بدكم. وهلا اذا بنعمل تيست executing node، مفروض اذا بنجي لهون مثل ما شايفين هي اول وحده لانه كانت مش معبينا بعد. هذا التست كان اوكي. تاني تيست عملناه كان على 8 و4 دقائق ديب ورك، بومودورو كاونت 1، فوكس ديوريشن وال5. فهيك حيكون التفاصيل عم تتبع مثل ما قلنا. اكيد حنكفي بالاكزامبلز خلال سياق الفيديو. فهلا اول وحده حتكون مثل ما قلنا حنعمل جوجل شيتس، وتاني شغله حتكون انه بدنا نروح ونعمل اللوب. فاللوب كيف بدنا نعرف اذا نحن خلصنا شغل ولا بعد؟ if statement. الاف هي دائما لما يكون انت عندك براسك سؤال اذا، فبنعمل بلس ونكتب هون if، وحنشوف الاف شو. if الفاليو تبع الكاونت اللي هو بالانكريمنت هيدا if كان greater than
يعني فيك يا تحطه is equal to 5 أو greater than 4 حيلا. فبنجي is greater than بالنمبرز بنحط هون 4. ننزل هون، لا أنا بديش هاي بدي تجي من هون لهون. أيوة عملنا غلط نحنا، نعمل تمام عملت غلط هون. هي اعمل بلس هون اف واربطها من هون لهون 100%. خلينا نزيحهم شوي هيك، هاي بظبطها اف مثل ما قلنا بنرجع على الانكريمنت كاونت بنجيبها لهون. اذا كانت النمبر greater than 4 خلينا نسميها هون cycle count. فإذا كان cycle count greater than 4 كمان خلينا نحطها greater than 4. إذا كان greater than 4 true حنروح بمسار معين، وإذا كان false حنروح بمسار تاني. نحن بدنا نبلش في الأول بالفولس لأنه هلا هو الكاونت 1. فالفولس حنجي فيه يا أخواتي لحد النوتيفيكيشن هاي. خلينا نرجع نظبط الشكل شوي لنبعدها 100%. حنرجع نجي فيها على النوتيفيكيشن. هاي النوتيفيكيشن حتقول له time to focus start، حيرجع يوصل لهون يصير الكاونت تاعوله 2، حيرجع يكفي يصير الكاونت 3، حيرجع يكفي يصير الكاونت 4، حيرجع يكفي لما يكون الكاونت صار 5. ما حيجي بالفولس لانه صار الكاونت اكبر من 4، حيطلع على حيطلع على الترو برانش نحن بعد ما بلشناها. وعلى كل الاحوال هون حيكون عم بيتسجل هون 1 2 3 4، وحيرجع على 5 ما حيكون فيه طبعا، حيرجع يصير في ال1 تبع السايكل الثاني اللي حيعملها بعد البريك الطويله. فلنرجع نجي على N8N ونشوف شو بدنا نعمل هلا اذا كان true. وهلا لما نقول نحن صار البرانش true يعني صار عامل الكاونت اكثر من 4، يعني صار مارق 5 بلش بالسايكل الخامسه، حيجي على مطرح اللي بده يبعث لنا مسج فيه يقول لنا يا صديقي العزيز تيليجرام send a text message. بالاول خلينا نعمل تيست هون، نكتب شو مكان وخلينا نبلش نعيد بالتست. هلا اللي حيصير انه حخلص الاربعه سايكلز يخلصوا ليوصل للبرانش هون. قبل ما يوصل للبرانش هون ما حفينا نجيب السيت اب، بس هلا بتشوفوا لحاله حيبلش يقطعهم كلهم. نحن هنقول له نحن بلشنا. شوفوا شو حيصير، حيخلص اول سايكل، حيبلش بالثاني يروح يحطها بالجوجل شيتس، طلعوا كيف عم ينزادوا. ثالث راح على الرابع، هلا صار الخامس، وصل التليجرام طبعا ما اشتغل لان احنا مش حاطين له الشات اي دي. فنحن هلا فينا نجيب الشات اي دي كالعاده. خلينا نعمل لها التست، نكتب هون شو مكان، نعمل تيست ستيب، بننزل لتحت بنجيب الشات اي دي، لحظه نمحي، بنجيب الشات اي دي حتى لو عبت احمر ما تحكوا هم. التكست بنجيبها من هون طبعا مثل ما شايفين اللونج time for a long break great job، هذا اللي حنقول له اياه. حنغير الاسم تبع التليجرام ل long break notification. ونعرف نحن عم نشوف الاوتوميشن او الورك فلو كل وحده شو كانت عم تعمل. فهلا اذا بنعمل لها تيست هذا 100% break over back to work for cycle 5. لانه كيف عارف انه cycle 5 break over back to work for the cycle 5. ما كتير حاببها لهي الجملة صراحة. لا اصلا مش هاي اللي احنا بدنا اياها. لحظة هاي التست القديمة بعد ما عملنا لها التست هاي. هيدي اللي عم بقول مش ليش بريك اوفر، هي ما خلصت البريك، هي هلا حتبلش. فعفوا ضيعتكم معي شوي، ما تهكلوا هم، خلينا نكفي الستيب وهلا بتشوفوا شو بيصير. بعد التكست شو حيصير لما يوصلنا التكست؟ حيصير شغلتين. اولا بنروح على جوجل شيتس وبدنا نزيد يعني بنعمل كمان append row. بنختار كالعادة الابومودورو، بنختار الشيت 1. خلينا نعمل تيست execute nodes اللي قبل، بس نعمل هيك لنبين. طيب خلينا نعمل تيست بعد مرة سريعة، هي خبرية معلش بس مرات ما بيبينوا، فبنضطر نعمل تيست بعد مرة. حيخلصها بسرعة تهيكلوش هم. 1 2 3 4
5 رح يجي لهون رح يبعث لي مسج اللي هي time for a long break great job. كالعادة عم بنسى اعمل الابند. وهلا هون حيصير فينا نجيب الانفورميشن، فبنعمل الماب مانيولي. الديت حنجيب نفس الديت من هون، فبنجي على الديت وبنعمل لها بيست، وبنجي على التايم بنعمل لهم بيست اثنيناتهم اكسبريشنز، فهاي اكسبريشن وهاي اكسبريشن. البلوك تايب حيكون لونج بريك، بطل هلا ديب فوكس. البومودورو كاونت اكيد نجي على الانكريمنت وبنجيب الكاونت كمان اكسبريشن. الفوكس ديوريشن حتكون 0 هلا، والبريك ديوريشن قديش بدنا نعملها 20 دقيقة. اوكي، فهاي وحدة من الاشياء اللي بدنا نعملها. والشغل الثاني اللي بدنا نعملها هو انه بدنا نعمل clear variables كرمال كل الستابس اللي صاروا قبل ينمحوا ليبلش بالسايكل الجديدة من اول وجديد فريش. حنعملها مرتين على فكرة. اول مرة خلينا نكبس هون نكتب كود ومنمحي كل شيء. نجي على السكول كوميونتي بتلاقوها للكلير فاريبلز. هنا قبل ما نحط الاند اوف سيشن نوتيفيكيشن هيدي بالستوب. بالكلير فاريبلز بنمحي كل شيء هون، بنعمل كوبي عفوا لكل شيء وبنعمل بيست وبنسميها clear variables 1 لانه في وحده تانية هلا حنعملها. شايفين؟ فهي هيك صارت. والتانية هي هلا نحن بتتذكروا نحن عملنا هلا كل الوقت نحن خلصنا بالمسار الترو. هلا بدنا نجي للمسار الفولس اللي بتتذكروه من شوي، لو انا ما كنت عامل سلاش ستارت انما سلاش ستوب. فبهاي الحالة بعمل بلاس هون. حيكون في شغلتين بدي اعملهم. حاعمل اول شيء مسج اكتب له اياها، ابعث له اياها قل له خليني بالاول اعمل الاد فيلد قبل ما انساها. والتشات اي دي خلينا نكتب شو مكان، خلينا نعمل سيف ونعيد التست من اول وجديد. هلا حابعث له ستوب. فلما ابعث له ستوب اجت لهون فصار فيني اجيب الانفورميشن. التشات اي دي بجيبها من هون. شفتوا؟ ان شاء الله يكون عن جد انتم يعني ان شاء الله ما اكون ملبكتكم. يمكن شوي صعب كان الشرح بهذا الفيديو لانه كان في كتير نوتس، بس نفس الوقت يعني المفروض اللي عن جد ركز معي واللي عمل كبيرة القهوة مثل ما قلت له المفروض يكون فهم الستبس كيف صارت. التكست حيكون كمان مثل ما شايفين هون انا عامل end of session notification. لما انا بايدي اعمل end of session مشي تكون خلصت. بنكبرها لنظبط الشكل. بنمحي هاي هيك ونغير الاسم ل end of session notification. ممتاز. فهاي هيك، هاي خليني اجيبها هيك، وهاي بنجيبها هيك، وهاي هيك. هون بعد ما تخلص هاي بدي ارجع كمان اعمل end variables لانه انا حكون عملتها بنص السايكلز ممكن بمطرح من المطارح. فكمان مش كرمال لما بلش سايكل جديده يكون انا قبلها عامل 2 سايكلز ارجع دغري تعطيني الثيرد. السايكل بيسفر لما انا اعمل ستوب. فبيجي لهون بكتب كود، او حتى اذا بدكم تكبسوا على هاي بتعملوا كوبي بتجوا بتعملوا لها بيست وبتربطوها بهاي. هلا انا هون كنت موقفها بالغلط. ممتاز. بس بنغير لها اسمها ل 2. هون كان اسمها 1 هي اسمها 2. وخلصنا يا جماعة. خلينا نبلش نعمل التست. خليني هاي شو هاي هو جاب الاوكي والريزلت ما بدي اياهم. فاذا بنرجع نجي لهون خلينا نمحيهم لهيدول. اوكي، فهلا اذا بجي وبعمل delete. ممتاز. خلينا نعمل سيف وبنعمل تيست للورك فلو. خلينا نشغلهم بس هلا عليكم حشغلهم لمدة 5 ثواني. اوكي، هاي حنعملها لمدة 10. حنعملها لمدة 8 ثواني الشغل الطويل بالسكندز. هاي عشان تجربة عشان تشوفوا كيف عم نشتغلها. وهيدي البريك نعملها لمدة 3 ثواني او 5 ثواني لحق نعمل سويتش بين الصفحات. فبنشغلها هلا let the work begin.
بيجي انا على التليجرام بدي بلش شغل، ببعت له /start، بيجي لهون اول شيء بيبعت لي تايم تو فوكس، بلش شغل. هلا حبلش اشتغل 25 دقيقه. بعد ما يخلص ال 8 ثواني اللي هي التايمر اللي هون، حيكون وصل لي مسج عم بيقول لي ورك سيشن كومبليت تيك ا بريك. هلا حيخلصوا الخمس ثواني البريك او اللي هن الخمس دقائق. حيقول لي بريك اوفر باك تو ورك فور ذا سايكل نمبر 1. هلا عم برجع اشتغل ال 25 دقيقه الثانيين اللي هن بالحاله حيكونوا 8 ثواني. المفروض هلا يوصلني مسج عم تقول لي ورك سيشن كومبليت تيك ا بريك. هلا حيوصلني مسج عم تقول لي بريك اوفر باك تو ورك فور ذا سايكل نمبر 2. هلا الله بعينكم بعد 20 ثانيه لنطر ال 40 دقيقه او اكثر، وبينطر هلا كم ثانيه لنشوف التست كيف عم بيصير. وبتشوفوا هون كله عم بينزاد. عملنا السيشن 1 السايكل 1 والسايكل 2. هاي ليش مسميه ديب ورك؟ هون ليش مسميه ديب ورك؟ الفايف ولا بدي اشوف لما مسميها ديب ورك. انا مش لازم اسميها ديب ورك، انت تسمى لونج بريك. على كل حال خلص الفور هلا تايم تو فوكس. ليش عم بيعملها؟ عملنا اول سايكل، عملنا الثاني، عملنا الثالثة، وعملنا الرابعة، عملنا الخامسة. اوكي في عندي غلط. الغلط يا اخواتي بهاي هون is greater than 4. لازم اعملها is equal to 4 او is greater than 3. النمبر لازم يكون is equal to 4. عملنا اول سايكل، الثاني، الثالث. هو عم يبلش من الزيرو يمكن، او من الزيرو لل1، من ال1 لل2، من ال2 لل3، من ال3 لل4. بعتقد لازم يكون is equal to 4 لنعمل الرسمة اللي شايفينها هون. اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، الرابعة لازم يروح على اللونج بريك 100%. فبس هذا التعديل البسيط بنعمل سيف. بس مثل ما شفتوا شو صار، اجا قال لي تايم فور ا لونج بريك جريت جوب. اجا لهون وحط لي لونج بريك لكن شغاله ما في اي مشكله. بس انا كنت حاطط كنت انا حاطط سيشن، يعني كنت حاطط بعد سايكل زياده تنعمل. فخلصت. يعطيكم الف عافيه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ان شاء الله اكون عن جد عرفت اوضح فيه. انا يكون عجبكم اي اسئله اكتبوا لي اياها. وطبعا بالسكول كوميونتي حيكون الورك فلو كله موجود بتمبليت. يعني هلا انا حاعمل لها داونلود. فحرفيا انتو بتروحوا على ورك فلو جديده، بدنا نقول بالبيرسونال تعيدكم. بس بتعملوا import from file، بتروحوا على الفايل تاعولي وحرفيا رح ينعمل عندكم بيست مثل ما هو هيك، بلا ما تعملوا شيء. بس تعملوا كونكت للتليجرام وللجوجل شيتس وخلصت. فناطركم بسكول كوميونتي، ناطر شوف كومنتاتكم اللي بتجنن واللي بتكبر القلب تحت. شكرا لكل حدا عن جد عم بيدعم بالحكي وبكل شيء، وحتى بالاشتراكات وبكل شيء. كل دعم عم بيوصلني منكم معنوي او اي شيء تاني عم بحطه على راسي، لانه عن جد اسم الله بفتره كتير قصيره قدرنا نوصل لمطارح كتير حلوه. بشوفكم بفيديو تاني. اذا حبيتوا هيك نوع من الورك فلوز خبروني، بركي بكتر منها. اذا حسيتوها كتير طويله وبتفضلوا الاشياء اللي فيها اي ايجنتس وهيك، كمان اصلا على كل الاحوال حكون عم بجيب هيك التفاصيل. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.